في اللحظة دي الكل نايم والهدوء قاتل، بس في صوت بيهمس جوه عقلك بيقولك افتح واسمع. أهلا بيك في قصص منتصف الليل، المكان اللي فيه كل همسة ممكن تبقى آخر حاجة تسمعها. لو مستعد خلي النور مطفي ويلا نبدأ الحكاية، بس اوعى تبص وراك. باريا شفت في المشرحة. سلمى كانت طالبة طب في سنة الامتياز وأول مرة تاخد شفت العيلي في المشرحة. المشرفة سلمتها المفاتيح وهي بصلها بابتسامة باردة وقالت لها: اوعي يا سلمى تفتحي التلاجة رقم 7 مهما حصل. سلمى ضحكت وقالت في نفسها: أكيد بتهزر، بتحب تخوف الطلبة الجداد. لكن طول الليل وهي قاعدة بتكتب في أوراقها كانت بتحس إن في صوت خفيف جاي من ناحية التلاجة رقم 7، صوت همس مكتوم وكأن حد بينادي عليها بالاسم: سلمى، سلمى. الساعة كانت 3 الفجر. فجأة النور في المشرحة بدأ يومض ويطفي والبرد بقى يدخل في عظمها، وبعدين خبط خفيف في الأول وبعدين أعلى جاي من جوه التلاجة رقم 7. قلبها بدأ يدق بسرعة وحاولت تتجاهل، لكن الخبط بقى أقوى ومعاه صوت جرش أسنان وزفير تقيل. سلمى مدت إيدها ببطء وفتحت الباب. الضوء انقطع تماما. آخر حاجة شافتها قبل ما الدنيا تسود كانت جثة مبتسمة، عينيها مفتوحة وبتقول بصوت مش بشري: اتأخرتي، كنت مستنياكي.